بخطوات ثابتة يتوجه زكريا كروالي بكل طموح وشغف لملعب المحاميد بمراكش لمزاولة عمله كمصور فوتوغرافي رياضي ومسؤول إعلامي لأكاديمية فينيكس. البدايات ديالي في مجال ديال التصوير بدا من الصغر، ولكن فاش وصلت السن ديال 17 عام بديت نحس براسي كنتقرب بزاف من هذا المجال هذا. والبدايات ديالي كانت مع فريق فينيكس اللي صراحه الله تماك فين قدرت نبين الموهبه ديالي وقدرت نبراتيكي فيها او ميم طون. كيفاش كنشوف راسي مع فينيكس صراحه كنحس براسي كنديفلوبا نهار على نهار، لانه صراحه الله ناس لا من ناحيه ستاف تكنيك ولا من الناس الاداريين ولا حتى اللاعبات ديال الفريق، كتحس براسك في واحد المجموعه اللي هي ماشي كتبقى في بلاصتها، يعني كديفلوبي راسها. وحتى حنا من الكوتي تكنيك ديال لا فوتو ولا الخليه الاعلاميه اللي كتكون من بزاف ديال العناصر اللي معايا في ليكيب. مي من ناحيه اخرى باللي انا لا فوتوغراف سبور في الفيمينا فراه باقي ما وصلش داك النيفو اللي كنعرفوه في دول اخرى. بالنسبة لزكريا الذي جال بين الملاعب الذكورية والنسوية، فهو يرى على أن كرة القدم الذكورية تعطي صورا أجمل مقارنة بالنسائية. بالنسبه للدراري كيف ما تنقول لك راكي كتعرفي بلي انه عندهم واحد البنيه جسديه اللي هي قويه وكيعطيوك دي زاكسيون اللي كيكونوا اغريسيف، دي بوزيسيون اللي نقدر نقول لك كيعطيو واحد الجماليه ديال الصوره، عكس الفتيات تيكونوا دي بوزيسيون بحال نقدر نقول لك قليل فين تلقى دي بوزيسيون اللي كيكونوا متشابهين ما بين الدراري. ما كاين فرق ما بين البنيه الجسديه، راك عارف بلي انه الدراري راه ما يمكنش نقارنوهم في البنيه الجسديه ديال البنات. بالرغم من الانتشار الكبير للتصوير الفوتوغرافي، إلا أن هذا الأخير لا زال يعرف تطورا يوما بعد يوم.